كل لما اجي اعمل البسكوت ما بيظبطش معايا، وكمان بيفرش مني ولونه ما بيطلعش باللون الجولد الخطير ده. طب النهارده بقى جايبالك اسرار وتكات تعملي بيها البسكوت يطلع معاكي بقى بسكوتة بتدوب كده في البق جنب كوباية شاي بلبن خطيرة. تعالي نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. عندنا 500 جرام من السمنة الساقعة. أيوة، هنعمل النهاردة البسكوت بالسمنة، بس أهم حاجة تختاري نوع سمنة تكون كويس جدا. 300 جرام من السكر البودر هضربهم كويس جدا لحد ما يتلاقيهم هيشين معاكي كده زي الكريم شانتيه ويفتح معاكي السمنة. 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عليهم معلقتين ونص من الفانيليا الصغيرين. أول ما البيض يختفي تماما بالشكل ده هنزل ب 800 جرام من الدقيق المخصص للكحك والبسكويت. عندنا معلقتين كبار من اللبن البودرة، معلقتين من الكاستر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة من الملح. هنزل بقى بكل الكلام ده كله على الخليط اللي احنا ضربناهم. هبدأ بس كده ألم العجين بتاعي لحد ما تلاقي الدقيق بتاعك بس اختفت. بس أنا ما بعجنش علشان ما نشطش مادة الجلوتين في الدقيق. هبدأ عندنا دي التاب اللي أنا هستخدمه بتبقى مشرشرة بالشكل ده. هنعمل النهاردة بسكويت القمع، وده قوام العجينة اللي احنا هنستخدمها. هنخرج الهوا بقى من القمع بتاعنا، وبصي بقى قوام البسكوتة والعجينة سهلة جدا بتنزل بكل سهولة، ما بتتعبكيش. بقسم العجينة النصين كده واضغط عليها بالراحة، هتلاقيها سلسة معاكي خالص. بتدخل الفرن على درجة حرارة 160 في الرف الوسطاني، بتاخد 10 دقايق، وما بشيلش البسكوت من الصاج إلا لما بيبرد تماما. خلصنا كل الكمية بالشكل ده، وادي ما شاء الله اللهم بارك الكمية بتاعت البسكويت. عايزة اقولك تبارك الرحمن تحفة. جربوها بطريقتي، ولو عجبك وصفاتنا ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا، وتتابعونا على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.